يا سيدي لما تبقى في حضرة العو اضرب تعظيم سلام. اقف عدل واتكلم عوج، اقف عوج واتكلم عدل، اقف زي ما انت ما عايز. الاهلي كده كده بابا الشغلانه. مفيش اجمل ولا امتع من طعم بطوله تاخدها من المغرب في الملعب اللي قالوا عليه عقده. ويا سيدي قلنا من زمان عيب لما تقول على الاهلي سيد اسياد افريقيا وبابا الشغلانه في هذه القاره بلا منازع. عيب لما تقول الاهلي اصله بقى عنده عقده. بيقول لك دايما كده بالبلدي، او حتى لو مش بالبلدي، انزلوا الناس منازلهم، اقدروا الناس قدرهم. لو مش عارف قيمه الاهلي فديك عرفت قيمه الاهلي. لو مش عارف هو مين الاهلي في افريقيا فديك بصمت بالعشره، قصدي بال11، ان دي قيمه النادي الاهلي في افريقيا بلا منازع. كله بيحلم، الاهلي بس اللي بيعرف ينفذ. كله بيتكلم، كله بيلعب البطولات كلام، الا الاهلي بيلعبها في الملعب، بيلعبها كوره. البطوله رقم 11 في تاريخ النادي الاهلي. هو سيد اسياد افريقيا وما زال سيد اسياد افريقيا. صوتنا راح واتنبح وحسنا اتنبح خلال المباراه كنا فيها نشجع بقلوبنا وبكل حماس نسر وشعار الاهلي الممثل لكره القدم المصريه. يا سيدي لما تتكلم عن الاهلي اعرف واقرا التاريخ. ولما نيجي هنا واقول لك في رادس حصلت وفي جروه حصلت، ولما اقول لك من اسبوع فات ومن بعد المباراه ما انتهت في لحظتها، اثبت اثبت، اتقل. انت رجليك على الارض، انت الاهلي، انت جمهور الاهلي، انت اللي في ظهرك بالملايين، انت اللي عندك تاريخ اتعمل بالجهد وبالعرق وبكل الاسماء اللي مرت باجيال عظيمه حصلت في النادي الاهلي. الاهلي ما بيقفش قدامه حاجه لو احنا بنتكلم في الكوره، وهنتكلم في كل التفاصيل الفنيه. لما بتبقى الامور كوره الاهلي بيكسب. لكل حاقد كاره لا يعرف قيمه النادي الاهلي قلل من قيمه الاهلي وتحدث بما ليس في الاهلي وبما ليس في لاعبيه وبما ليس في تاريخه او تاريخه. ان الاوان تحط لسانك جوه بقك، ان الاوان تسكت خالص. والكل واحد كان طول الفتره اللي فاتت ما راهوش غير اهلي ايه يا جماعه، ما هو خرج واتغلب من صن داونز ولولا اطهر الطاهر. يا اخي ما انت لو بتفهم بقرش ساخ كوره كنت عرفت انه ده في رصيد الاهلي وليس في عكسه. هذا امر ينسب ويحسب للاهلي وليس في عكسه. الاهلي لما بقى خارج من البطوله ورجع لها تاني ياخدها يبقى ايه؟ يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى ايه يا جماعه؟ قسما بالله ما انطقها، انا عايزكم انتوا اللي تنطقوها. بس كده سمعوهاني تاني. ان احنا النادي الاهلي او احنا هنا عندنا في مصر دايما بنحب نهاجم الناجح، والنادي الاهلي دايما ناجح. يعني انا مستغرب جدا جدا جدا، عندنا ماتش مصيري، عندنا ماتش هيلخص تعب موسم كامل، وبسم الله ما شاء الله الاعلام المصري والصحافه المصريه مش سايبين النادي الاهلي. مشاكل في مشاكل في مشاكل في مشاكل، دايما متصدر مشاكل للنادي الاهلي واللاعيبه في النادي الاهلي. اي مشاكل، مش مهم على فكره اللعيبه، ممكن يكون اداري، ممكن يكون في المجلس الفني، ممكن يكون مع اي حد. المهم ان يبقى في مشاكل او مصدر مشاكل، ان في مشاكل في النادي الاهلي. لازم نشتت التفكير، لازم نبقى داخلين الماتش واحنا مش مستعدين. وفي بقى نوعيه تانية تطلع بتقول ايه، يعني ان الماتش مضمون وخلاص كده احنا بنحتفل بالبطوله، وده مش متعودين عليه في النادي الاهلي. يعني ان شاء الله يا رجاله 90 دقيقه اللي داخلين عليهم كمان شويه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر ان هو ايه
يعدي كل الحاجات اللي حصلت دي ونقدر نرفع الكاس النهارده عندنا في استاد القاهره ان شاء الله باذن الله. البطوله ال 12 انتوا عارفين وانا عارف ان احنا كاهلاويه غلابه قوي، غلابه قوي قوي قوي، نفسنا في البطوله ال 12 دي. انا عشان خاطر ربنا يا جدعان ادوها لنا بقى، ادوها لنا بقى عشان